السلام عليكم مشاهدي الكرام. اليوم غنعملو السكسو المغربي اللي كيجي خطير ومع السر ديال المرقه اللي كتجي خاطره وفرجه ممتعه. عندي هنا 3 معالق د زيت نباتيه كنعملهم بطنجره الضغط، وعندي هنايا نصف كيلو ديال الدجاج كيبقى على حسب الموجود. كنضيف عليهم حبه البصل مقطع مربعات، ونشعل عليهم النار ويخليهم واحد 5 دقائق مع التقليب المستمر وندوزو نكملوا الطريقه. هنا من بعد ما نشحر الدجاج مزيان كنزلو على جنب على هذا الشكل. كيكون عندي هنايا الراس ديال المكور او الكرنب كنكون مقطع على النصف. عندي هنا 3 حبات الجزر مقطعين على هذا الشكل، حبه ديال البطاطس، حبه ديال الفلفل الحار كنضيفها على الدجاج على هذا الشكل. يبقاو الخضر اللي بغيتو موجودين عندهم، ماشي ضروري يكون عندكم الخضر كاملين. بعد ما كنضيف الخضر هذه كنضيفو هنا العطريه، كنضيفو ملعقه صغيره من الكركم، ملعقه صغيره من الزنجبيل، ملعقه صغيره من السمن، قليل من القرفه، قليل مقصور مطحون، قليل من الملون الغذائي، قليل من الملح، قليل من الفلفل الاسود. كنعملهم كاملين المكونات على هذا الشكل. وغادي نضيف الماء المغلي كنضيفو في الجانب على هذا الشكل حتى كتغطى الخضر كامله. هنا من بعد ما نزلت الخضر كاملين في الطنجره غنسد عليها ونخليها 35 دقيقه وكنرجع نفتح عليها. هنا كيكون عندي نصف كيلو ديال السكسو، كنضيف عليه كاس الماء كنحركو مزيان. هنا غادي تكون عندي الطنجره فوق النار والكسكاس. انا من السكسو يفوق 20 دقيقه ونرجع نكملوا الطريقه. هنا من بعد ما طابت الخضر فتح الطنجره وغنضيف القرع الاخضر على هذا الشكل والقرع الاحمر 15 دقيقه. شد على الطنجره وكنفتح عليها بهذا الشكل هذا. والسر باش يجيكم المرقه ديال الكسكس خاطره وثقيله وهي انكم تضيفوا واحد 2 حبات ديال الطماطم مطحونه، فهو كتجي واحد المرقه اللي رائعه وخاطره وثقيله. صافي غادي نسد الطنجره 15 دقيقه ونطلقوا مع الشكل ديالها. الكسكس ديالنا من بعد ما فورتو التصفيره الثانيه كاس ديال الماء 20 دقيقه وجد حتى الخضر ديالنا وجدت. كنعملوه على هذا الشكل بسم الله. كنعملو على هذا الشكل هذا كيجي ما شاء الله السكسو كيجي حبه مفروقه على حبه، لان بديك الملعقه ديال الزيت ومع الماء كيتبخر مزيان كيجي رائع. هنا كنجيب الخضر غادي نعملها في الوسط على هذا الشكل. كتجي ما شاء الله السكسو كيجي خطير روعه في المذاق وبالخضر، فهو كيجي اكثر من رائع. كنعملو على هذا الشكل كيجي رائع. من بعد ما نزلت الخضر كنعمل مريقه على هذا الشكل. فهو كيجي اكثر من رائع والمريقه كتجي خاطره. السكسو المغربي ما كيتقارنش به اي اكل اي دوله، فهو اكثر من رائع. الطبق الرئيسي ديالنا في المغرب اللي كيجي اكثر من رائع. هنا كنضيف كتزين كنضيف القليل من القرفه على هذا الشكل.
هذا هو الشكل ديالو، فكيجي اكثر من رائع ولذيذ بزاف. وبالصحه والراحه، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.